الجمعيات النسوية في بعض أطروحاتها اختزلت الزواج في علاقة سلطة وصراع، بحيث يصور الرجل خصم والمرأة ضحية، مما عمق الهوة بين الطرفين. عائلة مويرة، مرحبا بيا عندكم من جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيعني كل أسرة بشكل مباشر أو غير مباشر: طلاق. موضوع حساس كيثير الجدل وكيخلي بزاف يطرحوا سؤال صعيب: علاش الأسر ما بقاتش كتستمر؟ غنشوف معكم الأسباب الحقيقية اللي كتخلي الطلاق في تزايد كل عام. ولكن قبل ما نهضروا على هاد الأزمة خاصنا نرجعوا للأساس: الزواج اللي ماشي مجرد عقد مدني بين راجل ومرأة، بل هو ميثاق غليظ كما وصفه القرآن الكريم، عهد مسؤولية ما كتقتصرش على شعور لحظي ولا على اندفاع عاطفي، وإنما كيبني أساس المجتمع كامل. فالأسرة هي الخلية الأولى اللي كتقوم عليها المدينة والدولة، وإذا ضعفت كتضعف معها منظومة القيم والتراحم. وكلمة أسرة في الأصل جاية من معنى الأسر، أي الرباط والقيد، واللي كيعني أن الفرد كيولي مرتبط بمسؤوليات أكبر من رغباته الشخصية، وكيتخلى على جزء من حرياته ونزواته باش يخلق إطار مشترك ومستقر. ومن هنا الأسرة ماشي علاقة عابرة ولا حب مثالي، بل واقع كيتطلب عمل متواصل، مسامحة وصبر طويل، خصوصا في السنوات الأولى. غير أن المفارقة الكبرى في عصرنا الحديث تكمن في الارتفاع المهول لمعدلات الطلاق، حتى تحول إلى ظاهرة مقلقة تتصدر المشهد الأسري والاجتماعي. المحاكم عمرات بالملفات، والأرقام الرسمية كتشهد تزايد بشكل متسارع، وما بين خلافات مبكرة وضغوط اقتصادية وصراعات ثقافية، أصبح تفكك مؤسسات الزواج يعكس أزمة أعمق كيعيشها المجتمع في بنياته وقيمه. لذلك فالطلاق مبقاش مجرد قرار فردي اتخذوه جوج، بل أصبح مرآة لاضطراب اجتماعي شامل، لأنه كيمس الأطفال اللي كيتوزعوا بين المحاكم والأم والأب، وكيفجر خلافات بين الثنائي المفروض كانوا سند لبعض. وهكا كيتحول الطلاق لعنوان تفكك القيم وارتباك الأدوار وارتباط الأسر بأزمات معقدة تتجاوز الأفراد وكتضر البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية للمجتمع. قصتنا اليوم في مدينة صغيرة من مدن المغرب. صاحبة القصة ما بغاتش تذكر اسم المكان ولا الأسماء الحقيقية، لذلك غنستعمل أسماء مستعارة للشخصيات قريبة من شخصياتهم. سنة 1996 عائلة بسيطة، الأب ديالهم كان كيشقى وكيخدم في استخراج الفحم، عايشين على قد الحال، ما عندهمش وما خصهمش، حياتهم عادية. ولكن الأب كان متعب وكيحس بأن صحته غدا وكتدهور. واحد النهار قرر يعرف سبب العياء المفرط ونوبات السعال، توجه للمستشفى وتم عرف باللي تصاب بالسحار الفحمي، بما يعرف بداء الرية السوداء، وهذا بسبب ترسبات غبار الفحم في الرئتين. بدا كيحس في الأول بأعراض مثل الكحة وضيق التنفس اللي تفاقم مع مرور الوقت. ملي الأب ما بقاش قادر يخدم مع هاد الشركة وفي هاد المهنة، استقال وانتقل لمدينة تانية واشتغل خدار، الأمر اللي جعل العائلة تعاني ماديا. الأم رغم الأزمة المالية اللي ولاو فيها، إلا أنها كانت عنيدة وضد في الأب اللي ما بقاش قادر يشتغل كما قبل، كل سنتين كتولد. طبع الأب كان صبور وعزيز عليه الهدوء وما كيبغيش المشاكل، حتى أنه كان مخلي الأم على راحتها. ولكن سكوته وكتم مشاعر الغضب والرفض لبعض تصرفات الأم تفاقمت حالته الصحية لغاية ما تدهورات وأصبح طريح الفراش. ملي ما بقاش قد الأب يتحرك، جا دور ولادو الكبار. الأسرة كانت كتكون من 9 أبناء، 2 شباب كبار وبنت في سن 16، و3 متوسطين و3 صغار. الولاد الكبار رغم الفقر كانت الأم دلعهم بزاف وما متعودينش على المسؤولية،
الابن البكر كانت علاقته بخالو قوية، وملي حس بالمسؤولية اضطر يتبعو في فساده وإجرامه، وتابع مسار السرقة اللي كان الخال ممتهنو، حتى لواحد النهار قرر يقتحم فيلا بوحدو. في طريق العودة بالمسروقات تلاقى مع خوه اللي كان إنسان منضبط وكيقرا مزيان وداخل سوق راسو. عطاه الأغراض اللي سرقها وطلب منه يتسناه بدون ما الأخ يفهم أو يعرف شنو هز معاه. شي ناس اللي شافوا الابن الكبير هو خارج من الفيلا وتبعوه شافوه عطى المسروقات للأخ الأصغر، بلغوا عليهم بجوج، وعوض ما يمشي فيها فقط واحد تورط حتى الصغير ومشاو فيها بجوج، واعتبرهم القانون تخطيط لنشاط إجرامي مكون من الأخوين. بالفقصة ديال الولاد والمرض والضغط الأب مات، الأم لقات راسها مع 7 النفوس من غير الجوج اللي في السجن. اضطرت أنها تخرج تخدم وحتى تبدل الحي الشعبي اللي كانوا فيه، لأن عندها بنات مراهقات وكذلك 3 البنات صغار من 6 سنوات لتحت. ضغط المصاريف والحاجة وحتى كبرياء الأم جبروها تزوج 3 البنات المراهقات غصب بلا موافقتهم. البنت الكبرى يامنة تزوجت واحد مريض بالغيرة، حبسها في الدار ومنعها من أي حاجة تربطها بالعالم الخارجي، وملي كانت كتحتج أو تطلب تخرج كان كيهددها بالقتل، يقتلها ويقتل راسو. يامنة بقات كتعاني سنين معاه حتى قررت الأم ديالها تنقذها منه وتهربها، وبالفعل هرباتها وقدمت لها على الطلاق الخلعي وسامحت في جميع حقوقها غير باش تهنى من السجن اللي كانت فيه، ومشات عاشت مع بنت خالة الأم. البنات ملي كبروا الصغار وحدة منهم مريم في سن 15 تزوجت رجل ملتحي متشدد بزاف، لبسها النقاب وجبرها على أمور كتيرة اللي هي ما متعوداش عليهم، وبحكم سنها كانت كترضخ لأوامره وما كتقدرش تعارضه ولا تقدر تشكى. ومع مرور الشهور حملات وولدت بنيتها. دازت فترة كبيرة ومريم حست بالضغط الكبير في حياتها وروتين راجلها اللي فرض عليها أمور كتيرة هي ما كانتش متقبلاهم. ملي دازت 4 سنوات ما بقاوش مفاهمين والضغط كبر عندهم وقرروا الانفصال، والبنيتة بقات عند الأب ديالها في حين مريم جاها نصيبها الثاني في بلاد عربية وهاجرات. الأخت الصغرى حسنة كانت متعلقة بختها مريم بزاف، وحدة من العائلة جابت لها راجل من نفس البلد اللي مشات لها مريم ووافقات عليه بدون شروط، بدون ما تشوفه، بدون حتى ما يدير العرس، وبدون موافقة الجميع. أهم حاجة عندها كانت تهاجر وتكون قريبة من اختها. العريس ملي جا المغرب وشافته ما اهتمتش لسنه ولا اختلاف الثقافات اللي بيناتهم ولا لحتى حاجة، وجا موعد السفر. ملي حسنة وصلت لدارها تصدمات، لقاتها في وسط العروبية وباللي خاصها تقوم بأعمال شاقة يوميا ما عمرها ما عرفتهم ولا عاشتهم. الأم رغم الظروف اللي مروا بها كانت مهلية في ولادها ومفشاهم وما مخلياهمش يحتاجوا الناس. وحتى 2 بنات اللي تزوجوا في نفس فترة يامنة ما كانوش مقصرين مع خوتهم. حسنا سنها صغير والراجل اللي خدات كبر منها بزاف وعنده ولادو من زواج آخر، حتى هما كانوا كيمارسوا عليها الألاعيب وخبث ولاد الأب. كانوا قراب من سنها وكاين حتى اللي كبر منها. عانت الضرب، الشتم وجميع أنواع العذاب، تكرفصت بكل ما تحمله الكلمة من معنى. المشكلة أنها حتى المبتغى اللي هاجرت على وده وهو قربها من اختها متحققش. كانت البادية اللي هي فيها بعيدة على المدينة اللي كتسكن فيها مريم. حتى جا النهار اللي حملات وولادو ما وافقوش ورغموها تطلق من الأب ديالهم وترجع للمغرب باش تنزل الجنين. حسنا من العذاب اللي شافته والمحنة وافقات وما تردداتش ترجع، ولكن شرطت عليهم تمشي لعند مريم هي تاخدها للمطار. ملي وصلت عند مريم دارت بيهم شكاية وقالت باللي هي حاملة ورغموها تطلق.
وتمشي للمغرب تنزل الجنين. هاد القصة ماشي مجرد حالة معزولة، ولكن نموذج صغير كيختزل بزاف من الأزمات في أسرة وحدة فقط، اللي كتفسر ظاهرة الطلاق. إذا جمعنا هاد الأزمات غنلقاو فيها مجموعة ديال الأسباب السوسيولوجية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية ودينية. نبداو بالأسباب السوسيولوجية. الأسرة في المجتمعات التقليدية تعتبر النواة الأساسية للتضامن والتكافل الاجتماعي، بحيث كيعتمد كل فرد فيها على الآخر باش يكمل أدواره ومسؤولياته. ولكن ملي كيضعف هاد التضامن كتولي الأسرة هشة ومعرضة للانهيار، الشيء اللي كيخلق أرضية خصبة لحدوث الطلاق في المستقبل. إيميل دوركايم من رواد علم الاجتماع كيشوف أن الطلاق مؤشر على ضعف التضامن الاجتماعي، بحيث كلما انقصت الروابط بين أفراد الأسرة وضعفت العلاقات الداخلية زادت حالات الانفصال والانهيار الأسري. في القصة اللي عرضناها بان ضعف التضامن داخل الأسرة الكبيرة بعد مرض الأب اللي أصبح عاجز عن العمل، وبسبب تهور الشباب اللي المفروض يتربوا من صغرهم على المسؤولية تجاه عائلتهم اختار الابن البكر الطريق الأسهل وتسجن. الأم اضطرات تحمل عبء مسؤولية تربية البنات الصغار والتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الشيء اللي خلق ضغط كبير على كل أفراد الأسرة. في محاولة منها لحل هذه الأزمة الخانقة قررت فرض الزواج المبكر على البنات المراهقات. هذا القرار كان ضربة حظ، بعض البنات تمكنوا من التكيف والاستقرار في زواجهم، في حين اختارت يمنى الهروب واللجوء للطلاق الخلعي كخيار عقلاني للحفاظ على حياتها وكرامتها. إذا من الناحية السوسيولوجية الطلاق ماشي مجرد نتيجة ضعف فردي، بل هو مؤشر على خلل أوسع في التضامن الأسري والبنية الاجتماعية، مع إبراز دور القرارات الفردية في محاولة التكيف مع الأزمات. ثانياً، الأسباب الاجتماعية. الطلاق غالباً كيكون نتيجة لضغوط اجتماعية خارجية كتضغط على الزوجين أو واحد منهم، خصوصاً في المجتمعات اللي كتفرض تقاليد صارمة وأعراف اجتماعية قاسية. في القصة ديالنا البنات تعرضوا لزواج مبكر وغير اختياري نتيجة ضغوط الأم وخوفها عليهم، مما خلق توتر داخلي كبير. العنف والقيود اللي فرضوا الأزواج على يمنى ومريم زاد الضغط النفسي وجعلهم يختاروا بين الاستسلام أو الهروب. المجتمع المحيط فرض قيود صارمة وأعراف ثقافية جعلت الحوار والتفاهم صعب، وبالتالي ساهمت في تصاعد الصراعات الزوجية. أما ثالثاً فهي الأسباب النفسية. من بين أكبر الفوارق اللي كتخلق سوء تفاهم بين الزوجين كاين اختلاف طريقة التفكير والتواصل. الدراسات في مجال علم النفس الإدراكي كتبين أن عقل المرأة عنده خاصية التفكير الدائري، بمعنى أنها تقدر تعالج بزاف ديال المهام في نفس الوقت وتستعمل مناطق متعددة في الدماغ باش دير ربط بين المشاعر والكلام والحاجات اليومية. هاد الشي كيخليها بطبيعتها كتتكلم أكتر وكتحس براحة إلى فرغات اللي عندها في الحوار. أما الراجل فغالبا عنده التفكير التراكمي، كيركز على مهمة وحدة وكيخدمها خطوة بخطوة بشكل منطقي ومتسلسل، وهذا التركيز كيخليه يستهلك جزء كبير من طاقته في الخدمة أو في حل المشاكل. ملي كيرجع للدار كيكون في الغالب مستنزف وما عندوش رغبة كبيرة في الكلام. وزيد على هاد الشي طريقة التربية اللي خداوها الزوجين كتأثر بزاف. إلا الراجل أو المرأة تربوا في وسط ما كيهدروش بزاف على المشاعر، واحد من الطرفين كيقدر يفهم هاد الصمت على أنه إهمال أو برود عاطفي، وهذا كيزيد يفاقم سوء الفهم. والصدام كيوقع ملي المرأة كتكون مازال عندها رغبة في المشاركة والحديث، بينما الرجل حاس راسو خاصو السكون. هذا الفرق الطبيعي إلا ما كانش مفهوم ومتدارك من الطرفين كيتحول بسهولة لسوء ظن وشعور بالإهمال أو الضغط، وكيخلي العلاقة تدخل في دوامة نقاشات فارغة بلا ما يوصلوا للحلول. أما رابعاً فهي الأسباب الدينية.
الدين والقيم الروحية من الأسس المهمة لاستقرار الأسرة والزواج، بحيث كيعطيو الزوجين إطار أخلاقي وسلوكي كيساعدهم على التفاهم والصبر والتسامح. ولكن ملي كيكون الوازع الديني ضعيف أو الفهم للنصوص الدينية خاطئ، يمكن يتحول هذا الأساس إلى مصدر توتر عوض ما يكون سند. بزاف د الحالات الزوجين كيحاولوا يطبقوا تفسيرات صارمة أو مشددة على الحياة الزوجية، سواء فيما يتعلق بالواجبات اليومية أو في التعامل مع الأولاد أو في تنظيم العلاقة بين الراجل والمرأة. هاد التشدد كيخلق شعور بالقهر والضغط النفسي، وكيصعب الحوار بين الشريكين، خصوصا إذا كان واحد منهم أو الاثنين غير قادر على التفاهم أو التعبير عن مشاعره بحرية. غياب التسامح والصبر كيجعل أي خلاف صغير يتضخم بسرعة، بحيث يمكن يتحول لصراع دائم كيؤدي في النهاية للانفصال أو الطلاق. زيد على ذلك عدم معرفة الزوجين بالقيم الجوهرية للدين واللي كتشجع على المودة والرحمة، كيخليهم يركزوا فقط على الجزئيات والتفسيرات الظاهرية، مما كيزيد من الفجوة بيناتهم وكيضعف الروابط الأسرية. باختصار، ملي كيضعف الفهم الديني الصحيح أو يتحول تشدد إلى فرض صارم على الشريك، كيفقد الزواج دوره كملاذ آمن وداعم للأفراد، وكيولي الانفصال خيار متوقع كنتيجة طبيعية للصراعات المستمرة. خامساً، الأسباب الاقتصادية. الوضع الاقتصادي يصبح اليوم واحد من أكبر الضغوط اللي كتواجه الحياة الزوجية. الغلاء المستمر، تكاليف الحياة اليومية، مصاريف التربية، وحتى تغير طريقة العيش، كلها عوامل كتخلي الزوجين تحت ضغط دائم. الجيل السابق كانت احتياجاته أقل وكان يمكن يتأقلم بسهولة مع الدخل المحدود، أما اليوم الأبناء والزوجين عندهم توقعات ومتطلبات أكبر، من التعليم إلى وسائل التواصل، الملابس، الترفيه، وحتى السفر أحيانا. الزواج اليوم ما بقاش غير علاقة عاطفية واجتماعية، ولا فيه توقعات مالية ضخمة، منها مثلا الزوجة المتطلبة اللي كتطمح وكتطلب وتضغط الزوج باش يوفر احتياجات ثانوية. هاد الطلبات كتكون مصدر ضغط إضافي للراجل، خصوصا إذا كان الدخل محدود. وفي المقابل، المرأة اللي كتخدم وتشارك ماديا كتولي تحس بالإحباط إذا ما قدرتش تستافد من جزء من راتبها بحرية، أو إذا كان الزوج ما قدرش يشاركها المسؤولية الاقتصادية بطريقة عادلة وكيفرض عليها تصرف دخلها كله. هنا المسؤوليات الطبيعية والتوازن كيتقلب، وكتحس بنفسها بحالها بحالو، وكتقصى أنوثتها وكتلاشى رجولته في عينها. ما نساوش أن الأبناء كذلك مطالبين باش يصرفوا على والديهم وخوتهم الصغار، مما كيجعل بعض الأسر كتحمل مصاريف 2 ديور أو حتى 3 بعض الأحيان. في حالة الأمراض المزمنة أو الأمراض المفاجئة كيزيد يتفاقم الوضع المادي، خصوصا في غياب التغطية الصحية وجشع المنظومة الصحية اللي هاديك قصة أخرى بلا ما ندخلو فيها دابا. زيادة على ذلك التنافس الاجتماعي والتأثير القوي للسوشيال ميديا زاد الطين بلة. الزوجين كيشوفوا حياة الآخرين عبر وسائل التواصل وكيقارنوا مستواهم المعيشي أو حياتهم اليومية بحياة أشخاص مزيفة زوقوا وجملوا صورتهم وراء الكاميرات، مما كيولد إحساس بالنقص أو الضغط على الطرفين لتلبية توقعات غير واقعية. هاد الضغوطات اليومية كتخلق توتر مستمر، وكل خلاف صغير مالي كيتحول بسرعة إلى صراع كبير اللي يقدر يوصل للطلاق. باختصار، التحديات الاقتصادية الحالية، التغيرات في الاحتياجات، والتأثيرات الاجتماعية الحديثة جعلت الزواج أكثر هشاشة، وأصبح الطلاق احتمال واقعي أكثر من أي وقت مضى. نضيف على هاد الأسباب الخيانة وعدم التوافق الجنسي،
في كثير من العلاقات سواء كان زواج تقليدي أو بعد فترة خطوبة طويلة، توقعات عند كل طرف كتكون مختلفة على الواقع الفعلي. هاد التصادم بين ما توقعوه وما عاشوه كيخلق ارتباك نفسي وإحساس بالنقص أو الإحباط، خصوصا إذا ما قدرش الزوجين يعبروا على مشاعرهم أو يناقشوا المشاكل بصراحة. لا توافق الجنسي سواء بسبب اختلاف الرغبات أو بعض الشذوذ الجنسية عند أحد الطرفين كيولي جزء من هاد التصادم. في البداية ممكن تظهر خيانات فكرية أو إلكترونية، الطرف اللي حاس براسو محجور عليه كيحاول يختلي بمشاعره ورغباته أو يهرب عبر الشبكات الاجتماعية أو العلاقات الافتراضية. إذا ما تدركوش هاد المشاعر بالمصارحة والحوار، بعض الحالات كتطور إلى خيانة فعلية على أرض الواقع. ومن التجارب الواقعية اللي شهدها المجتمع، خيانة الرجل يمكن الزوجة تسامح عليها في بعض الحالات، بينما خيانة المرأة لأسباب بيولوجية واجتماعية كتكون أصعب على الراجل ويصعب عليه التسامح. وهذا الشيء أحيانا كيحول العلاقة لمأساة حقيقية، وممكن توصل لصراعات عنيفة أو حتى جرائم. ما ننسوش الأسباب الثقافية بين الشعارات النسوية والرأسمالية المتوحشة. في السنوات الأخيرة برزت في مجتمعاتنا العربية أصوات قوية رفع شعارات المساواة والتحرر، مستندة في الغالب إلى أفكار مستوردة من بيئات مختلفة ثقافياً وحضارياً وحتى دينياً. ورغم أن بعض هذه المطالب حقاً نابعة من معاناة حقيقية للنساء داخل أسر تسودها أحياناً مظالم وتقاليد متحجرة، إلا أن الخطورة كتكمن ملي كتحول هذه الأفكار إلى شعارات فارغة تستعمل لإذكاء الصراع بدل بناء التفاهم. الجمعيات النسوية في بعض أطروحاتها اختزلت الزواج في علاقة سلطة وصراع، بحيث يصور الرجل خصم والمرأة ضحية، مما عمق الهوة بين الطرفين بدل ما تقوي جسور التواصل. وهنا كتبرز المفارقة الثقافية. كيفاش يمكن لمؤسسة الزواج المبنية على المودة والرحمة تصمد في ظل خطاب كيرسخ الانقسام بدل التكامل؟ لكن خلف هذه الخطابات وبعض الجمعيات في الخفاء تقف الرأسمالية المتوحشة اللي كتعرف باللي تفكيك الأسرة الواحدة كيضعف من أرباحها. فبدل ما السوق يستافد من أسرة واحدة متماسكة باستهلاكها المشترك، كيولي الطلاق وسيلة لخلق أسرتين منفصلتين بمصاريف مضاعفة واستهلاك متكرر لكل شيء: السكن، الأثاث، الأجهزة وحتى الكماليات. وهكا كيتحول التفكك الأسري إلى محرك اقتصادي في خدمة شركات لا يعنيها استقرار المجتمعات بقدر ما كيهمها استمرار الاستهلاك. هذه المفارقة قاسية. خطابات التحرر اللي روج لها على أنها سبيل الإنصاف للمرأة صبحت أداة في يد منظومة اقتصادية عالمية كتقلب غير على الربح السريع. والضحية في النهاية ماشي الراجل بوحده ولا المرأة بوحدها، بل الأسرة كمؤسسة حضارية، وبذلك كيتلاشى النسيج الاجتماعي بكامله. الزواج ماشي مجرد عقد كيجمع جوج ديال الناس، بل هو ميثاق ثامن، مؤسسة صغيرة كتشكل نواة المجتمع الكبير. ولأنها بهذه الأهمية خاصها رعاية خاصة من البداية. أول خطوة حقيقية كتنطلق من التوعية ما قبل الزواج، ماشي غير بالتربية على المسؤولية، ولكن حتى بفهم عميق لطبيعة العلاقة بما فيها الجانب العاطفي والجنسي، لأنه أساس التوازن، ولأنه أي خلل فيه كيتحول بسرعة إلى شرخ في العلاقة كلها. من بعد كيبقى التواصل الصادق والمصارحة المستمرة هو العمود الفقري ديال أي زواج ناجح. الحوار الهادئ والنقاش الرزين وحتى جلسات العتاب الرقيقة كلهم أدوات بسيطة
ولكن فعالة باش نقربوا وجهة النظر. وفي نفس الوقت خاص يكون عند الزوجين وعد بقدسية هذا الرابط، وأنه مسؤولية مشتركة ماشي حرب بين جوج. الأزواج اللي كيعرفوا يتغاضوا على التفاصيل الصغيرة وما كيخليوش التافه يكبر، هما اللي كيعطيو فرصة للحب والاحترام باش يكبروا معاهم. وهنا كتلعب الثقة دور كبير، خصوصا فاش كيحطوا حدود واضحة لتدخل الآخرين في حياتهم الخاصة، وما كيخليوش القرارات الكبيرة تبنى على غضب أو تسرع. تخطيط المشترك للمستقبل ورسم الأهداف وحتى الأنشطة البسيطة بحال السفر أو في الدخل المحدود فقط الخروج لتغيير الجو كيعطيو للحياة الزوجية نفس جديد ويكسر رتابتها. وبطبيعة الحال فاش كيوقع مشكل معقد، طلب النصح من الناس المجربين أو المشاركة في دورات توعوية على الزواج ماشي ضعف، بالعكس هو قوة وذكاء. في النهاية الحفاظ على الأسرة كيساهم في حماية المجتمع كامل، لأن الطلاق ماشي مجرد انفصال بين جوج الناس، بل حدث كيعكس خلل أعمق وكيأثر على أجيال كاملة بعقدهم النفسية. ومن هنا الحل ماشي في إطفاء الحرائق بعد اندلاعها، ولكن في الوقاية، في بناء علاقة متينة من الأساس، وفي التعامل مع الزواج بما يستحقه من احترام ووعي. وبهذا فالأسرة ماشي حلم شخصي فقط، بل أمانة جماعية، والاعتناء بها وصيانتها هو متابعة لمستقبل الأمة. كنت معاكم أنا مويرة في نقاش أسباب الطلاق وقصة الأب المكافح. إلى عجبكم المحتوى تابعوني يوصلكم الجديد. نشوفكم على خير في قصة جديدة وجرح جديد.